المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بأبرز العناوين. دعوة للجهات المعنية للحفاظ على موارد الأشجار بإقليم الكاشبركة. مديرية نقفة تعلن خلوها من العادات الضارة. فرع الصحة بجنوب البحر الأحمر ينظم دورة في تطعيم التهاب الكبد الوبائي. الجيش المالي يعلن قتل 70 مسلحا خلال ضربات جوية لتحالف دول الساحل. انطلاق مناورات قزوين البحرية بين روسيا وإيران. 34 قتيلا بانقلاب قارب أثناء عاصفة رعدية في فيتنام. السلام عليكم ورحمة الله. تم توجيه دعوة إلى المجتمع والجهات الحكومية لتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على موارد الأشجار وإثرائها في إقليم الكاشبركة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها حاكم إقليم الكاشبركة سفير محمود علي حروي لمركز بارنتو للشتول في 19 من يوليو للاطلاع على عملية تحضير الشتول والتحديات التي تواجهها. وأشار السفير محمود إلى أنه على الرغم من تنفيذ برامج غرس الأشجار لاستعادة الغطاء النباتي، إلا أن النتائج لم تكن بالمستوى المتوقع، وحثهم على تطوير وسائل الحفاظ على الأشجار والدفع نحو إنشاء المحميات. وأشار ممثل هيئة الغابات والحياة البرية سيد تخستك فلاماريهام إلى غرس 850 ألف شجرة من 36 نوعا، بما في ذلك 80% من الأشجار المحلية في مشاتل بارنت وأغردات ومنصورة ولقعان سبهاس العام، مضيفا أن 65% فقط من الخطة قد نفذت بسبب نقص المياه الجوفية في مركز الشتول. ودعا إلى تعزيز دور الإدارات والهيئات الحكومية الأخرى للوصول إلى جميع المديريات وغرس الأشجار في الوقت المحدد. من جانبهم دعا المشاركون إلى أنشطة تشجير تنموية من خلال حملات طلابية في المناطق المحددة، وإلزام أصحاب البساتين بزراعة الأشجار والتشجيع على إنشاء المحميات وحمايتها بشكل صارم، وإيجاد حلول لمشكلة نقص وسائل النقل في إيصال الشتول وغيرها من المواضيع ذات الصلة. أعلنت مديرية نقفة خلوها من ممارسات ختان الإناث في 19 من يوليو بفضل الجهود وحملات التوعية التي نفذت لمكافحة ممارسة العادات الضارة. وأوضح مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس في مراسم الإعلان التي نظمت تحت شعار التخلص من ممارسات ختان الإناث إن الإعلان جاء نتيجة الجهود المتضافرة بين المجتمع والمؤسسات الحكومية المعنية والاتحادات الوطنية، مشيرا إلى ضرورة العمل المتكامل في محاربة عدم إعادة الممارسة مستقبلا. وأشار رجال الدين بدورهم إلى أن ممارسة ختان الإناث ليس لها رابط ديني، وإن المبادرة التي أنجزت تحتاج إلى تعامل جاد ومشترك لاستدامة الإعلان وفوائده الاجتماعية. وقدمت الأمهات اللائي كن يقمن بنشاط ختان الإناث كمهنيات في المجال شهاداتهن، خاصة بعد فهم مدى الأضرار النفسية والصحية نتيجة لمحاضرات التوعية والإرشاد التي تلقينها، مما أدى إلى تطوعهن والمشاركة في الجهود كونهن طرفا هاما في محاربة الممارسات. ذكر رئيس لجنة ضمان حقوق الطفل والمرأة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزان نفسها المشاركة الواعية لجميع المؤسسات المعنية في عملية محاربة الممارسات الضارة وإرشاد المجتمع، مشيرا إلى أن إعلان مديرية نقفة خلوها من ممارسة ختان الإناث هو ضمن الجهود التي تنظم على مستوى الإقليم لمحاربتها وتخليص المجتمع من الاعتقادات التي تؤثر على الحياة الاجتماعية سلبا. وقدمت في المراسم فقرات فنية وثقافية مختلفة تجسد المناسبة. نظم فرع الصحة بجنوب البحر الأحمر دورة حول حملة تطعيم التهاب الكبد الوبائي وأسلوب إعطائها ل70 كادرا طبيا يومي 18 و19 من يوليو في عقصب. ويهدف التدريب لتحديد الأمهات اللائي يضعن في المؤسسات الصحية والبيوت، بالإضافة إلى تطعيم الأطفال المولودين خلال 24 ساعة الأولى من عمرهم بلقاح التهاب الكبد الوبائي.
وأوضح مسؤول فرع الصحة بالإقليم الدكتور علي حلو إن برنامج إدخال التطعيم يسري على مستوى البلاد للقضاء على ظاهرة التهاب الكبد من الصنف باء. وأقيمت مشاورات بالمناسبة مع الشركاء حول تنفيذ حملة تطعيم التهاب الكبد الوبائي. وحث حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي حث المواطنين والإدارات لتعزيز تعاونهم مع وزارة الصحة وأطقمها للقضاء على وباء الكبد نظرا إلى خطورته الصحية التي تؤدي إلى الوفاة. قدم فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في إقليم عنسبة قروضا بلغت 300 ألف نقفة في 18 من يوليو الجاري لأعضائه المقيمين في كرن وهبرة. وصرح مسؤول الفرع السيد شمولة والدقرقيس إن الهدف الأساسي من تقديم القروض هو دعم المعاقين للتخلص من الاتكالية والاعتماد على الذات ورفع إنتاجيتهم. وأوضح أن الجمعية تعمل باستمرار لتهيئة بيئة مناسبة لتحسين معيشة أعضائها، وإنه يوجد في الإقليم من تلقوا قروضا مصغرة سابقا ليعملوا ويستثمروا في مجالات تمت دراستها مسبقا، مما مكنهم من سداد القروض وتحسين وضعهم المعيشي والاكتفاء الذاتي. وحث الأعضاء على الاجتهاد لأن الاعتماد على الذات بالعمل يعود بالفائدة على المجتمع ويعتبر مثالا حسنا للآخرين. وكذا المستفيدون البالغ عددهم 30 عضوا بدورهم إنهم سيعملون جاهدين لسداد القروض وتحسين وضعهم المعيشي والاتكال على أنفسهم استفادة من القروض التي قدمت لهم، مشيدين بمبادرات الجمعية التي تعمل على تحسين وضع الأعضاء الاقتصادي والاجتماعي. استشهد اليوم 21 من يوليو مدير عام قسم التجارة والتصنيع والتعدين في إدارة شمال البحر الأحمر المناضل حسين محمود سيرو عن عمر ناهز 73 عاما جراء مرض ألم به. التحق الشهيد حسين محمودي بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في ديسمبر من عام 1975، وناضل ضمن قسم التدريب العسكري والأسلحة الثقيلة وقسم الإعلام وقسم التعليم وقسم الإدارة الشعبية بمختلف مستويات المسؤولية في سنوات النضال، ثم عمل كمدير منطقة وضاحية ثم مدير تنفيذي لمديرية، بالإضافة إلى مسؤول فرع التجارة والتصنيع، وأخيرا كمدير عام لقسم التجارة والتصنيع والتعدين في إدارة شمال البحر الأحمر. المناضل الشهيد حسين محمودي رب أسرة وأب ل4 أبناء، وستتم مراسم تشييعه يوم غد الثلاثاء 22 من يوليو بمقبرة الشهداء في مصوح. وتعرب إدارة إقليم شمال البحر الأحمر عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل حسين محمود السيرة، وتقدم التعازي لزويه ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية مقتل 70 مسلحا في سلسلة ضربات جوية نفذها الجيش المالي بالتعاون مع جيشي النيجر وبوركينا فاسو خلال الفترة ما بين 15 و19 من يوليو الجاري. وأوضحت الهيئة في بيان أن التنسيق بين القوات الجوية لتحالف دول الساحل مكن من قتل 40 إرهابيا في تجمع بولاية ميناكا بالأراضي المالية. وأشارت القوات المسلحة المالية إلى تدمير سيارتين تنقلان مقاتلين إرهابيين مسلحين باتجاه منطقة أجيل هوك في 19 من يوليو، مشيرة إلى أنه تم في نفس اليوم تدمير قاعدة للوجستيات والتدريب في ولاية تمبكتو. وتشهد عدة مناطق بشمال ووسط مالي هجمات مسلحة منذ سنوات، وقد تسارعت وتيرتها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث تعرضت 7 مواقع للجيش المالي في مطلع يوليو الجاري لهجمات بشكل متزامن. انطلقت اليوم الاثنين مناورات الإنقاذ والإغاثة في بحر قزوين، بمشاركة سفن من مجموعة قزوين البحرية الروسية والقوات البحرية الإيرانية تستمر 3 أيام. وأفادت وكالة تسنيم بأن المناورات ستجري تحت شعار معا من أجل بحر قزوين آمن وسالم، بمشاركة قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية والبحرية الروسية بحضور مراقبين من دول قزوين.
وتهدف المناورات إلى تعزيز السلام والأمن البحري ومستوى التنسيق والتعاون البحري بين القوات البحرية لدول حوض بحر قزوين. ودخلت سفن روسية منطقة المناورات واستقبلتها القوات البحرية الإيرانية. هذا وفي سياق متصل أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء مع علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في العاصمة موسكو لبحث القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وتطورات الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قاربا يقل سياحا انقلب خلال عاصفة رعدية مفاجئة في فيتنام أثناء رحلة سياحية، مما أسفر عن مقتل 34 شخصا فيما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين. ووفقا للتقارير كان قارب يحمل 48 راكبا و5 من أفراد الطاقم وجميعهم فيتناميون خلال جولة في خليج هالونغ وهو وجهة شهيرة للزوار. وذكرت الصحيفة أن القارب انقلب بسبب الرياح القوية. هذا وتسببت الفيضانات التي اجتاحت كوريا الجنوبية في مقتل 18 شخصا على الأقل إلى جانب فقدان 12 آخرين. ولقي شخصان مصرعهما وفقد 2 آخران في مدينة غابيونغ السياحية شمال شرقي كوريا الجنوبية نتيجة لانهيار أرضي وفيضانات تسببت في تضرر منازل وجرف سيارات بالتزامن مع استمرار موجة الأمطار الغزيرة التي تضرب البلاد. أعلن وزير الدفاع السنغافوري استدعاء وحدات من الجيش للمساعدة في مكافحة محاولة هجوم إلكتروني يستهدف بنى تحتية رئيسية منسوب إلى مجموعة تجسس مرتبطة بالصين. وأكد وزير الدفاع السنغافوري تشان تشونغ سينغ أن وحدات النخبة العسكرية هذه ستتعاون مع وكالة الأمن السيبراني في البلاد وفقا لوسائل إعلام محلية، مضيفا أنه مثال على تهديدات جديدة تقع ضمن نطاق مسؤولية الجيش. وفي ردها أعلنت السفارة الصينية في سنغافورة في بيان أنها تعارض بشدة أي تشويه غير مبرر لسمعة الصين، مؤكدة أن الصين في الواقع من الضحايا الرئيسيين للهجمات الإلكترونية. وأكدت السفارة أنها على استعداد لمواصلة التعاون مع كل الأطراف بينها سنغافورة لحماية الأمن السيبراني بشكل مشترك. ختاما سادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة للجهات المعنية للحفاظ على موارد الأشجار بإقليم القاشبركة. مديرية نقفة تعلن خلوها من ختان الإناث. فرع الصحة بجنوب البحر الأحمر ينظم دورة في تطعيم التهاب الكبد الوبائي. الجيش المالي يعلن قتل 70 مسلحا خلال ضربات جوية لتحالف دول الساحل. انطلاق مناورات قزوين البحرية بين روسيا وإيران. 34 قتيلا بانقلاب قارب أثناء عاصفة رعدية في فيتنام. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإرثية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.